لو رايح تشتري شقة، ايه اهم الحاجات اللي ممكن تبص عليها قبل ما تخلص في اي شقة؟ ايه الاساسيات اللي ممكن تبص عليها قبل ما تخلص في اي شقة؟ انا بصور لك دلوقتي شقة لسه هتتشطب عشان اعرفك بس اللي جوه الشقة والبنية التحتية من جوه عاملة ازاي، عشان خاطر تبقى واخد بالك. يعني ما تخشش على شقة تشوف شوية ديكورات وشوية ليد بروفايل وشوية ديكورات معمولين وتقول انا خلاص الشقة دي تشطيب محترم واكيد اللي شطب ده شطب محترم. لازم تبقى عارف ان اللي بيشطب ده لازم بيسعى في الاول وفي الاخر على اساس ان هو يكسب. لازم يبقى عارف ان دي شغلانته الاساسيه، شغلانته في البدايه ان هو عايز يكسب ويربح. في ناس عندها ضمير وفي ناس بتبقى الموضوع ده بالنسبه لهم مش فارق، ضمير او مش ضمير، اهم حاجه الشغل يشتغل. انا دلوقتي بصور لك شقه فيها السلك زي الزفت. يعني الشقه دي المفروض ان هو الراجل واخدها على اساس انه يشطبها ويديها العميل، وهتشوف الديكورات برضك فيما بعد. هنزل فيديو بعد ما الشقه تتشطب هتشوف الديكورات بقى عامله ازاي. هتخش انت على الديكورات دي خلاص اشتريت. فانت دلوقتي اللي تبص عليه، اهم الاسباب اللي تبص عليها قبل ما تخلص في اي شقه، اول حاجه تبص عليها الكهرباء. اول حاجه طبعا ومبدئيا تبص عليها الكهرباء، تبص على اسلاك الكهرباء. بص هنا الشغل عامل ازاي، شغل شعبي خالص. يعني شغل سيبك من الشغل نفسه بتاع الصنايعي، شغل الاسلاك اللي موجود والحاجات الخامات اللي جايبها خامات رديئه جدا. الحاجات دي ممكن تكلفك يعني مش عايز اوسع الدنيا شويه، ممكن تكلفك حياتك، ممكن تكلفك ان الشقه دي لا قدر الله ممكن تولع في اي وقت. ليه؟ لان الاسلاك دي ضعيفه جدا، اسلاك بايظه، يعني اسلاك معموله تحت السلم. لو انا وريتك مثلا وقشرت سلك، يعني لو خدت بالك من كميه النحاس اللي موجوده من جوه هتلاقي كميه بسيطه خالص، كميه ضعيفه جدا، مش حاجه اصلا يعتمد عليها. يعني اخرك خالص تشغل الكهرباء دي شحن موبايل، مروحه سقف، نجفه، اضاءات. انما مثلا تشغل ميكروويف وتشغل المطبخ معاك مثلا وتشغل الاجهزه الكهربائيه، فده انا اضمن لك وشهاده قدام ربنا ان شقتك فتره قصيره وهتلاقيها عملت قفله، وممكن لا قدر الله تولع في اي وقت. الشرز واللحامات والحاجات دي كلها بتعمل طبعا مشاكل فيما بعد. هنا يعني برضك كميه اسلاك نازله، اسلاك ضعيفه جدا، اسلاك يعني لو جيت تتني السلك زي كده، ايه اللي يخليك تعرف ان السلك تمام ولا مش تمام؟ يعني لو جيت تتني السلك زي كده ولقيته اتنى معاك جامد ويتلوي معاك جامد، اعرف انه في كميه نحاس محترمه من جوه. لقيته عمال طري معاك وعمال يتلولو كده عادي، فده بلاستيك. انت مش محتاج صنايعي يقول لك يعني ان انت السلك ده تمام ولا مش تمام. انت ممكن تبص اهم حاجه على كميه النحاس من جوه وتشوف النحاس هل هو اصفر او احمر، مصفر جدا، انتمونيا، داخل على الالمونيا كده، لون الالمونيا. دي اهم الاسباب. الكهرباء اهم الاسباب انك انت ما تنفذش في اي شقه غير لما تشوف كهربتك كويس. هنا الكهرباء هنا الكهرباء بصراحه زفت. انا ده اللي خلاني اتشجع واصور فيديو واوريكم مثلا حاجه زي كده، مع ان ممكن صاحب الشقه يشوف مثلا فيديو في اي وقت منشور على النت يعمل لي انا مشاكل. فانا برضو يعني بحب اوعي الناس وما احبش حد يوقع في غلط، وحرام عليا ابقى شايف حاجه ومش بتكلم عليها وساكت عليها. تاني حاجه السباكه. طبعا السباكه هنا معموله ما شاء الله برضو حاجه نيله خالص، عندك خامات رديئه جدا. معرفش شركه تبع ايه، بس انت اهم حاجه في السباكه برضو، يعني اهم حاجتين الكهرباء والسباكه، دي حاجه انت متفق معايا عليها طبعا. فهنا السباكه برضك معموله خامات ملهاش اساس من الصحه. تعمل ايه عشان خاطر مثلا تشوف الكهرباء؟ ممكن تجيب صنايعي يبص لك على الكهرباء، ممكن تجيب صنايعي يبص لك على السباكه قبل ما تخلص. طبعا انت لو هتدي ده يعني هتراضي ده وهتراضي ده، احسن ما لا قدر الله تيجي تكلف نفسك فيما بعد مبلغ كبير جدا، مبلغ انت مش حمله اصلا. فهنا تبص على الكهرباء، تجيب صنايعي كهرباء، وتبص على السباكه. ولو مش عايز تجيب صنايعي زي ما وريتك في الاول وفي الاخر، تبص على السلك، تبص على الكميه الموجوده، تبص على اللوحه، اهم حاجه اللوحه. تبص على اللوحه ايه اللي موجود فيها، الخطوط عامله ازاي، السلك محمل، السلك تمام. الحاجات دي كلها ما تعيبكش وانت بتبص عليها. يعني ما تفتكرش انت هتقل من نفسك لما تبص قدام اللي هيبيع لك الشقه ان انت تقول له مثلا لا دي تمام ودي مش تمام. انت لازم هتشتري شقه لازم تبص على الكلام ده كله، لازم يبقى حاطط في اعتقادك ان انت لازم ما تقعش في مشاكل فيما بعد انت مش قدها. لان الاسلاك دي كلها لو ساحت جوه الخرطوم اعتمد 100% ان انت مش هتعرف تسحب سلكه اصلا. ده اذا لا قدر الله ما كانش مثلا جنبها نيش خشب، ما كانش جنبها حاجه مثلا قابله للاشتعال فاشتعلت ولا قدر الله حصل مصيبه. لا ده انت بتتكلم في ان انت الاسلاك دي لو من جوه الخرطوم، وانا اتكلمت في فيديو قبل كده برضه عشان بس ايه للتوضيح اكتر، الاسلاك دي لو ساحت ما بتتسحبش تاني من الخرطوم.
ما بتتسحبش تاني من الخرطوم بنسبة 100%، مش بنسبة 99، بنسبة 100%، لأنه الخرطوم عندك بلاستيك وعندك سلك بلاستيك، سلك من بره الخارجيه دي بلاستيك، فلما بتسيح كله ده بيمسك جوه بعضه، فانت اكيد مش هتسحب الخرطوم كله يعني من المحاره ومن جوه الطوب، فمش هتعرف تعمل حاجه زي كده. فانت اعتبر نفسك ان انت ما عندكش بند الكهرباء ده نهائي تاني، لو لا قدر الله الاسلاك دي ساحت مثلا ولا عندك احمال بوظت الدنيا دي كلها، فاعتمد ان انت كده يعتبر واخد شقه كانك انت ما اسستش كهرباء ولا شطبت فيها، وهتبتدي ان انت تعمل خراطيم من اول وجديد وتعمل سلك خارجي او تكسر، يعني يعتبر بتتكلم في تكلفه انت يعتبر في غنى عنها. كويس. الجبسن بورد برضو لازم تبقى فاهم ان الجبسن بورد يعني هنا عامل الراجل هنا جبسن بورد ابيض في الحمام والمطابخ، ودي حاجه لفتت نظري جدا. يعني انا هنا بشطب شغل على شغل، يعني انا هنا بشطب شغل لحد كان بيشطب وعامل شغل هنا نيله خالص، فلما دخلت بصراحه يعني شغل زي الزفت. الجبس الابيض اللي هنا ده هي بنسبة 100% هيقع، بنسبة 100% البخار بتاع البوتاجاز واي كمية بخار في المطبخ هتخلي الجبس ده اذا ما وقعش هيعمل بطنية وهيسقط من النص ومش هيكمل، لانه ده جبس، انت في الاول في الاخر بتتعامل مع جبس، فلازم تتأكد ان هو حاطط جبس احمر او اخضر ومن نوع كناف. يعني النوع كناف ده حاجة معروفة جدا، واكيد ان الصناعية اللي بتشوف فيه دلوقتي عارفه انا بتكلم في ايه. فاهم حاجه الجبس يكون كناف كويس، ما تبصش على الديكورات، ما تبصش على حاجه معموله داخل الشقه. ما انا ممكن اعمل لك شويه ديكورات مثلا ب20,000 جنيه اخليك تدخل الشقه ما تعرفهاش، بس البنيه التحتيه من جوه زفت. انت هتاخد الشقه من هنا هتبقى عامله زي البطيخه، بعد ما تفتحها وتلاقي منظرها حلو طعمها بقت زي الزفت. ليه؟ عشان خاطر انت البنيه التحتيه عندك زفت في زفت. فالكهرباء نمبر 1، الكهرباء الاساس، ومعاك السباكه برضو لازم تاخد بالك منها جدا وانت بتشتري. الحاجه الثالثه زي ما قلت لك الجبسن بورد، لازم الجبسن بورد يكون، لو هعمل جبسن بورد وعامل شغل لازم يكون من نوع كناف في المطابخ والحمامات، والطرقه كمان يفضل برضه، عشان الطرقه ممكن يوصل لها بخار فيما بعد، يوصل لها اي حاجه، تبقى عارف انه اللي معمول كناف، نوع كناف المطابخ والحمامات والطرقه جبس اخضر او احمر، ويفضل يكون احمر. باقي الغرف والحاجات دي ممكن ابيض عادي مفيش مشاكل، ممكن باقي الغرف يكون فيها جبسن بورد ابيض عادي خالص مفيش مشاكل. انا بصور لك دلوقتي من شقه لسه في بدايه التشطيبات، عشان خاطر برضك تبقى انت فاهم. انا لسه داخل الشقه يعتبر ما كملتش كام يوم، يعني لسه بشوف الدنيا فيها ايه ولسه بكتشف، فبلاقي شغل الصراحه حرام جدا ان الواحد يعني يبقى يشتري شقه بالمنظر ده وبنيه تحتيه منيله بنيله. هنا هو عامل الشغل بتاع الالمونتان، هنقول يعني لحد ما كويس، يعني الالمونتان ممكن ما تركزش معاه خالص. يعني برضو هنا برضو البيبان، عامل بيبان يعني تكاد تكون مثلا مقبولة لحد ما. الحلوق هنا ممكن تكاد تكون مقبولة. كل الكلام ده ما يفرقش كتير، كل الكلام بتاع الحلوق وبتاع البيبان بتاع الحاجات دي كلها ما تفرقش كتير. اهم حاجه زي ما وضحت لك في اول الفيديو، الاسلاك تكون تمام 100 والسباكه تكون تمام 100. تسال الراجل مثلا، قول له انت شغال باي اسلاك وخليه يوريك الفواتير، ده لو انت مش عايز تجيب صناعي. اسال بتاع الراجل اللي شطب وقول له مثلا انا عايز الفواتير بتاعت هذه السباكه وبتاعت الكهرباء وبتاعت الجبسن بورد، دول اهم 3 حاجات عشان السقف ما يقعش على دماغك وانت عايش، والكهرباء ولا قدر الله ما تولعش فيك، والميه كمان ما تغرقكش يعني وتغرق الشقه. اتمنى اكون افدتك يعني في الفيديو. لو انت حاسس او عندك مشكله بتشطب او مثلا رايح تشتري شقه وحابب ان ابص معاك عليها، وانا بعمل الخدمه دي مجانيه لوجه الله، مش انا بحاول افيد الناس وعلى قد ما اقدر، ما بطلبش حاجات من حد يعني. فلو انت حاسس ان انت راح تشتري شقه مثلا، حاسس ان انت عايز تبص عليها وحاسس ان انت عايز تجيب مهندس يبص لك عليها، انا برضك موجود. ممكن تقدر تكلمني، تبعت فيديو، تبعت لي تعليق وتكلمني عادي، هتلاقيني برد عليك، وان شاء الله اتحرك عليك لو انت قريب مني في القاهره ولا في اي مكان. لو مش قريب مني ممكن تكلمني عادي او تكلمني فيديو، وممكن انا افيدك بقدر ما استطعت من المعلومات، عشان برضك ما تقعش في مشاكل زي كده، سواء انت راح تشتري شقه او بتشطب. يعني سواء انت لو عندك مشكله في التشطيب والناس اللي عندك مثلا حاسس ان هم مش تمام، صنايعي مش تمام، او المهندس اللي انت جايبه مش تمام، عامل لك مشاكل مثلا في الشغل بتاعك،
حاسس ان الشغل مش احسن حاجه، تقدر تكلمني عادي، وانا بقدر ما استطعت بامر الله هفيدك ان شاء الله، اكون افدتك في الفيديو ده واكون وصلت لك معلومه. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي اشتراك، تعمل لي لايك للفيديو عشان غيرك يستفيد، وانتظر ان شاء الله الفيديو الجاي بامر الله كل كام يوم فيديو جديد عن مشاكل التشطيب والمشاكل اللي بتحصل للناس. والسلام عليكم.